السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى هذا الفيديو هذا يلقاكم في تمام الصحه والعافيه وعواشركم مبروكه. الله يدخل لكم هذه الايام مباركه بالصحه والسلامه وطول العمر وبالرزق وبالهنا يا ربي لكم كاملين. المهم ان شاء الله هذا النهار هذا غادي نشارك معكم الروتين ديال المهم غادي ننظف الصالون معكم مع جاو عندي الضياف. هانتوما غتشوفوا غتشوفوا هكا الضياف. اصلا الصالون كنت يعني عواله نخملو وجات يعني هذه هي المناسبة. منين جاو الضياف قلت أرى قلت سبحان الله، قلت كل نهار تنأجلو، قلت زعما نخملو قبل رمضان. صافي في الأخر كنت عارفة راسي غادي نعرض للضيف، قلت صافي حتى خلي حتى يجيو الضياف، هي هذيك ندير تخميلة مزيانة قبل رمضان إن شاء الله. ومهم هانتوما غتشوفوها، هانتوما تشوفوا الروينة اللي كاينة. المهم غنرد هاد الماعن، هانتوما عارفة هادو غسلتهم بالليل، البارح بالليل دابا في الصباح. البارح كان عندي الضياف صافي وعييت، خليتهم غير هكاك، غير غسلتهم وحطيتهم هكا يقطاروا على في الاخر غادي نمسحهم ونردهم للموبل اللي عندي في الصاله. انا بعد شي مره هكا ملي تيكون عندي الضياف يعني الماعن تنردهم بعد شي مره بالليل هكا الا كان مع كنت خرجت. ملي جاو الضياف تغداو ودرنا الكوتي خرجنا صافي رجعت عيانه صافي ما قدرتش نردهم. انا دائما اغلبيه زعما هكا تنردهم بالليل. صافي غادي ندوز نمسح هكا الكيسان والفراشات الطباصل داكشي اللي كله غادي نمسحو ونرد كل حاجه لبوحدها. رد عفوا كل حاجه لبلاصتها. وعاد ديك الساعات غادي نخمل نضرب واحد التخميله هكا للصاله. صلي يلاه عاد خملتها زعما ماشي بزاف نقيه، يعني ما غاديش نهز كلشي انتم عارفين هنا في اوروبا ما غيمكننا نسيقو. المهم غير جفاف وصافي ولا اسبيراتور بحال هكا. المهم غادي ندوز غير سبرا بولفيري ونقاد الفراش. يعني قلت لكم الدنيا زعما نقيه ما موسخه ما حتى شي حاجه. المهم غادي نرد دابا. جبت عاوتاني هادو كان عندي في الكوزينه، جبتهم الطباصل والكيسان ديال اتاي حتى هما غادي نمسحهم مزيان ونرد كل حاجه لبلاصتها باش مره اخرى يعني نبغي نستعملهم تيكونوا هكا نقيين. وهاد الفراشات هذا ديال الذهبي، الفراشات المعالق الطباصل هاد الكيسان كلهم المشكله ديالهم هما زوينين في المنظر، ولكن مع الاسف ما تيداروش في في لافاستوفيل يعني في الغساله ديال الماعن ما تيداروش، يعني خصك تغسلهم بيدك. هذا هو المشكل ديالهم يعني. هاد الذهبي هو زوين تيجي في الطبله في الحطه وداكشي تيجي زوين، ولكن ما يمكن لكمش ديروهم في الغساله ديال الماعن سينو دغيا تيتمسحوا وما تيبقاش داك الذهبي فيهم ولا تيكشف. هذا هو المشكل ديال هاد الحاجه ديال الذهبي. انا تقريبا هذاك الشيء كله غسلته في يدي، بقى غير الحاجه اللي ما فيهاش الذهبيه اللي درتها في الغساله ديال الماعن. صافي دابا خديت سبيراتو ولا سبيرا بولفيري. هذه ديال دايزون الصراحه تتنفع بزاف 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 والله العظيم. الى رحمه ديال سيدي ربي كانت عندي وحده هذيك ديال الخيط وكان تيجيني نعكز عليها وما تتسبيريش مزيان. اما هذه يعني تتشجعك بانك دير هكا الشغال وتسبيري وتخمل الدار في كل وقت. يعني دير سبيراتور تقريبا تندوزها تقريبا كل نهار. انت نشوف غير شي حاجه محطوطه في الارض هكا شي حاجه طاحت في الارض تنمشي نسبيريها، يعني ما تيجينيش العكز عليها. هاد كانت عندي هذيك ديال الخيط كان تيجيني العكاز نجبدها، كنت نجبدها تقريبا غير مره في السيمانه هكا تندوز. اما هذه تقريبا يوميا تندوز بحال دابا الفراش ولا شي حاجه طاحت في الارض ولا فوق الفراش تنجبدها في البلاصه. نتوما هنا جريت هاد السدادر جريتهم كلهم صراحه وضربت تحت منهم هكا بسبيراتور. الدنيا كانت نقيه يلا عاد خملت ماشي بزاف صافي وقديت كل حاجه في بلاصه، رديت المخد لبلاصتهم حتى هما المخد دوزت عليهم حتى هما بسبيراتور صراحه. واخا يلا عاد خملتهم صراحه كان فيهم هكا الغبره. المهم دابا نوريكم الطريقه باش تنظف انا الزربيه هكا مره. نتوما عارفين في اوروبا هنا ما كاينش فين تصبنوا الزرابي، يعني الا بغيتو تصبنوا خصكم ديوهم لشي بلاصه وتيتقاموا غاليين. انا عاده هكا تناخذ غير دوين. دابا نشارك معكم الطريقه. هنا في الاول كنت غتشوفوني لابسه لبسه واحده اخرى وخرجت جبت بنتي من المدرسه وعاد رجعت كملت الشقه. صافي هنا ساليت الطبله مسحتها ورديت رديت هكا المنيدل تا هو فوق منا. المهم ملي تتخملوا الدار سبحان الله تتحسوا بواحد الراحه. يعني يعني مره الواحد انا بحال دابا كل مره تنخمل هكا مره ماشي دائما مره تنخمل البيت. بحال دابا مره الصاله مره بيت البنات مره بيت النعاس مره الكوزينه.
مرة الكوزينة بحال دابا تنمسحها من برا، مرة تنمسحها من الداخل، المهم بحال هكا مرة تنجيب السلوم هكا ونطلع للفوق نمسحها من الفوق، المهم ما تنخليش تنديرش كلشي في نهار واحد، لأن صعيب باش دير كلشي في نهار واحد مع الطياب مع الوليدات وداك الشي تيجي داك الشي صعيب، من الأحسن الواحد كل مرة يدير شي حاجة. المهم هذا هو الشكل من بعد ما قديت كلشي، رديت كلشي لبلاصتو، المهم وغادي ندير شويه ديال البخور، المهم تتحسوا بواحد الراحه نفسيه ملي ترجع كل حاجه لبلاصتها بحال دابا، وتتكون هكا الدار مرونه داكشي وتردوا كل حاجه لبلاصتها، تتحسوا بواحد الراحه. المهم ومن بعد غادي راني ضربت واحد التجفيفه غير ما ما صورتهاش. هنا درت شويه ديال البخور. صراحه هاد المبخره هادي الا لقيتوها غير خذوها، والله العظيم غزاله الصراحه، ما تتحرقش البخور، تيبقى البخور بالريحه ديالو. ايوا دابا غادي ندوز معكم الكوزينه، راني خمالتها بالليل يعني وغسلت شي مواعين ورديتهم، وكاين اللي بقى لي كما قلت لكم حيت انا خرجت من بعد ما خرجنا وجيت معطله للدار، يعني كان عندي الضياف ودرنا تغدا ودرنا الكوتي كما قلت لكم، ورجعنا خرجنا دورنا شي شويه ورجعت معطله صافي ما قدرتش نكمل. ها انتم تتشوفوا ديك الطبله ديال الكوتي كنت خليتها هكاك محطوطه وخرجنا حتى جيت عاد جمعتها. المهم تعاوننا أنا وراجلي هكا كنا هو غسل معايا شي حاجة هكا اللي تتغسل باليد وداك الشيء، ولكن صافي أنا عيطت في الآخر مشيت صافي سمحت في كلشي ومشيت نعست. دابا في الصباح عاد هادو المواعين كنت شعلت عليهم بالليل، دابا غادي نحيدهم حتى هما غادي نردهم بلاصتهم باش ندير لا بقى كاين شي حاجة أخرى غادي نعمر عاوتاني ونشعل عليها. صافي كما قلت لكم هانتوما تتشوفوا يعني درت فيها غير داكشي اللي ما فيهش الذهبي وما فيهش ما الطبقي، داكشي اللي فيه الذهبي راني كله غسلته بيدي، هذا هو المشكل ديالو كما قلت لكم، ما يمكن لكمش تغسلوه في الماكينه سينو اي، والا زعما هكا تيكشافوا ما تيبقاش فيهم داك الذهبي تيوليو حالتهم. الا بغيت تحافظ عليهم هو انك تغسلهم بيدك وصافي، هادشي اللي كاين. المهم دابا غادي ندوز غادي نمسح حتى البوطه بحال هكا. المشكله انا عندي هاد البوطه هادي ديال الطياب ديال الزاج وهي على شكل مرايه، تتعذبني في المسح، يعني تنمسحها في الاول بهذا البرودوي هذا الزكراساتوري ولا الصابون ديال الماعن، وتنمسحها بحال هكا تنرش زكراساتوري في الاول وتنمسحها بالصابون كذاك الصابون ديال الماعن هانتوما غتشوفوا ونشفها مزيان، وعاد ديك الساعه ترش لها عاوتاني كسميتو البرودوي ديال الزاج. ضروري البرودوي ديال الزاج اولا هكا تتبقى هكا مضبه، يعني خص البرودوي ديال الزاج في الاخر وسميتو هكا تكون شي شيفونه هكا تكون نقيه، ولا الكاغ ديال يدي الكارطه ديال يدي هانتوما تشوفوها هنا في الاخر رشيت عليه الدواء ديال الزاج وعاد تنشفه هكا باش تولي يعني ما يوليش فيها داك الضبابه ولا تبقى هكا دي فيها ديك اللي تخاص، يعني صعيبه في التنظيف ديالها، يعني اللي هكا من احسن الواحد ما يديرهاش صراحه، لان انا الشكل ديالها الصراحه كان عاجبني، ولكن تتمحن بزاف بزاف في المسيح ديالها. صافي من بعد ما مسحتها كما تتشوفوا دابا غادي نرد هذاك المجامر ديالها بحال هكا صافي، وغادي نمسح حتى البوطاجي غنرش هنا زكراساتوري. هاد الزكراساتوري الصراحه الرحمه ديال سيدي ربي، يعني اي حاجه هكا اكثر هي اللي كانت الحاجه فيها الخرقوم، يعني دقه بطله في البلاصه تيتحيد هذاك الخرقوم سبحان الله. تيكون ديك البلاصه ما فيها الخرقوم ما تتبان غير صفراء، انت تترشي عليها هذا البرودوي هذا وديك ديك الخرقوم تيولي اللون ديالو حمار، يعني بحال اللي تيطلع تيخرج من ديك البلاصه اللي فيها. صراحه زوين هكا يمكن لكم تمسحوا به، تيحيد لي دم اي بلاصه مسحوا به في اي بلاصه فيها لي دم تمسحوه بها. المهم دابا غادي ندوز معكم غادي نشارك معكم هاد اللاطه هادي ديال الحوت. صراحه تيجي زوين. هنا خديت القزبور ومعدنوس قطعتهم رقيق بحال هكا، واحد جوج فصوص هكا ديال الثومه حكيتهم عصرت عليهم الحامض. الحامض وإلا ما توفرش عندكم الحامض يمكن لكم ديروا شويه ديال الخل. هنا غادي ندير العطريه، غادي ندير هنا شويه ديال الابزار، غير شويه هكا ديال الابزار، ومن بعد غادي ندير هنا شويه ديال الخرقوم، المهم الخرقوم باش يعطينا اللون. انا الصراحه داك الملون الغذائي الا خرج زمان ما بقيتش تنستعمل غير الخرقوم. هنا غادي ندير كذلك الكمون، شويه ديال الكمون. اللي ما تعجبوش الكمون يمكن له ما يديروش، كاين اللي ما تعجبوش هذاك المذاق ديال الكمون ولا كاين اللي تيقول لك الكمون تينفخني، من الاحسن الا كان ما بغيتوش زعما ما ديروش. هنا الفلفله الحمراء
وشويه هنا ديال كذلك ديال الملحه، وكذلك غادي نضيف شويه ديال الهريسه، تيبقى اختياري الا كان عندكم هكا وليدات صغار ما تكثروش منها، ديروا غير شويه ولا ما ديروهاش كاع. انا درت غير شويه حيت بناتي هكا ما تياكلوا الحراره الصراحه، ولكن الا كانت شي حاجه حاره بزاف ما تيبغيوهاش. صافي غادي نخلط هذاك الشيء، ضروري غادي نضيف عليهم هنا شويه ديال في الاخر غادي نضيف عليهم هنا شويه ديال زيت الزيتون ولا شويه ديال الماء غير باش ديك الشرموله يعني تخلط لينا. انا كما قلت لكم غادي نضيف شويه ديال زيت الزيتون، ولا بغيتو تضيفوا شويه ديال الماء باش تخلط لكم الشرموله صافي، وغادي نشرمل بها هذاك الحوت صافي. وهنايا غادي ناخذ الفلفله الملونه، غادي نقطعها بحال هكا دوائر، تجي زوينه هكا في لاطه ديال الحوت، الفلفله الملونه الحمراء الصفراء الخضراء. انا الصراحه الخضراء ما عنديش معها بزاف، في هكا في شي لاطه هكا ما عرفت المذاق ديالها ما تيعجبنيش بزاف، المهم غادي ندير شويه منها ضروري غير على حساب باش تعطينا هذاك اللون. ومطيشه حتى هي مهم، نتوما غتشوفوا معايا تيجي طاجين الصراحه في الفران تيجي غزال هكا اللاطه ديال الحوت في الفران تجي صراحه زوينه بزاف. غادي نقطع حتى مطيشه هكا على شكل دوائر، نقولكم تقطع هكا دوائر ولا بشكل طولي. اللي انا هاد الفلفله هذه كانت عندي هكا النص ديالها قطعتها بحال هكا شكل على شرائح بحال هكا. المهم هنايا غادي ناخذ هذاك اللاطه هكا ديال الزاج ولا اللي مولفين تديروا نتوما اللي بغيتو. هنا غادي ندير هكاك هذاك الجوج حوتات، من بعد كما قلت لكم خلطت هذاك الشرموله غادي نشرملوهم ونخليهم ضروري واحد شويه على الاقل، واخا غير نص ساعه هكا تدخل فيهم هذاك الشرموله. ومن بعد غادي نبقى نستف عليهم هكا. غادي ندير بعدا لاصوص ديال المطيشه، غادي نحك هكا واحد جوج حبات ديال المطيشه مع الصلصه ديال المطيشه حتى هي المطيشه يعني الصلصه المركزه، وغادي نديرها لتحت بحال هكا نستفها لتحت. الا بغيتو هكا داك لاصوص هكا يجيكم هكا خاطر، انا ما كثرت بزاف ما بغيت ديك لاصوص كل تجي مطيشه، المهم بغيتها غير هكا تجي ديك المريقه خاطره صافي بحال هاد الشكل هكا. المهم هنا غادي نبدا نستف الخضار، انا درت هنايا البطاطا هكا في الجناب، يمكن لكم ديروا حتى خيزو، انا حتى خيزو بعض المرات نديرو تيجي غزال حتى هو الصراحه تيجي بنين زوين. المهم تستفوا نتوما الطريقه ولا ديروا بطريقه عشوائيه ماشي مشكل ضروري انكم تستفوا بحال هكا. المهم واخا بطريقه عشوائيه والله العظيم تيجي غزال، دخلوه الطيب الحق يطيب على خاطرو، يعني ما تجهدوش عليه، خليه يطيب هكا على خاطرو حتى الاخير عاد يعني تعريو عليه ويخليوه يتحمر واحد شويه. المهم استفت هذاك الفلفله الحمراء الفلفله الخضراء، يمكن لكم ديروا حتى البصله دواور حتى هو بعض المرات نديرها تجي زوينه الصراحه، ديروا الحامض حتى هو دواور. المهم اللي الخضر اللي توفرت عندكم بحال هكا. وداك من بعد يعني انا ما درتش اللقامه دابا، ديك الشرموله اللي بقات لي هي اللي غادي نخلطها بشويه ديال زيت الزيتون وشويه ديال الماء، وغادي نسقي بها هذاك الطاجين كله بحال هكا، طاجين ولا لاطا كيما المهم كيما بغيتو سميوها نتوما. صافي غادي بحال هكا يعني باش ديك الخضر وكلها تشرب هذاك اللقامه. زدت هنا شويه ديال زيت الزيتون بهذا الشكل هكا الصراحه تيجي غزال. مهم هنايا في الجناب غادي نزيد كذلك شويه ديال الكروفيت انتم غتشوفوا، نزيد هنا واحد الحبات غير المهم كتزين وصافي، حبه ديال الكامبا الكبيره تطلق حتى هو تيطلق هذاك النسمه ديالو زوينه صراحه من غير هو في الاول بغيتو تخليوه حتى يقرب يطيب عادي لان انا غادي نغطيه ما غاديش نخليه عريان. هانتوما الشكل ديالو كيف تيجي تيطلق ديك الكامبا تطلق واحد النسمه زوينه في اللاطه ديال الحوت، يعني واخا ضيفوا غير شويه ديال الكروفيت واخا صغير غير المهم تيطلق واحد النسمه زوينه في اللاطه ديال الحوت. هانتوما هذه الشكل ديالها دابا غندخلها للفران كما قلت لكم، غادي طيب على خاطره وما نخليوهاش تتحرق يعني تحرق هكا بزاف، نخليو شويه فيها هكا ديك لاصوص المهم تجي خاطره وصافي. المهم نتمنى هذا الفيديو هذا يكون نال اعجابكم، في الملتقى ان شاء الله مع وصفات اخرى. نتمنى اللي ما مابونيش في القناه يتابونوا تخليوا لي لايك للقناه، وشكرا بزاف على الدعم ديالكم، وتنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير.